اون سوشيال مع حسام جميل دلوقتي على 93.7 هو سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اون سوشيال. معاكم حسام جميل. بصراحة الاسبوع ده احترنا في الموضوعات واحترنا في الاراء واحترنا في الكلام، لان احداثه كانت كتير جدا، بس الحمد لله اخترنا لكم مواضيع تستحق ان هي كانت في الترند وتستحق نتكلم عليها. مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك. احنا عادتنا بنبتدي بالترند العالمي، لكن احداث الترند المحلي او الترند المصري قوية جدا وفي كلام مهم جدا، فكنا لازم نبتدي بيه، خاصة الاحداث بتاعت امبارح الخميس. يعني انت بتتكلم في الاهلي، وده اللي هنبتدي بيه. الترند الاول وصل لقبل نهاية الكاس. مفيش مباراة بقت بتنتهي في الكرة المصرية وما بقاش فيه احداث بعدها. يعني ماتش الاهلي الحكم صفر من هنا وقعدنا بقى ضربة الجزاء هي ضربة جزاء ولا لا، يا جماعة اللي حصل الاهلي اصل مش عارف ايه، اصله مش هينفع، المصري اتظلم. ما بقاش عندنا الثقافة بتاعت ان احنا يا جماعة ده ماتش وخلص وانتهى، وكلامك مش هيرجع. يعني كلامك مش كمشجع او كأي حد مش هيرجع. خلاص هو اللي حصل ان الاهلي كسب المصري ووصل لقبل النهائي قدام انبي، وكده احنا عندنا مربع ذهبي رائع. يعني انت بتتكلم في الزمالك وبيراميدز والاهلي وانبي وكلاسيكيات الكاس، لان انبي بطل قبل كده، الاهلي صاحب الرقم الاكبر، الزمالك واحد من ابطال او وصيف الاهلي في البطولات. فانت بتتكلم على مربع ذهبي رائع، ومعاك بيراميدز صاحب الصفقات والنادي اللي هيكون ليه شأن كبير بالصفقات اللي بيعملها. في النهاية انت عندك خلاص 4 فرق بينافسوا، انتهى. والاسبوع ده الاهلي لعب ماتشين في الكاس، كسب الداخلية، وطبعا لما خلص الداخلية عمالين بقى نهزر ونتكلم ويا جماعة، والنادي خلاص هو الفريق نزل ولعب والاهلي كسب. بعد كده الاهلي قبل المصري امبارح الخميس. انا قبل ما اكمل كلام على المصري، انا عجبني الاول تفكير الاهلي في التجديد لمارسيل كولر، لان دي من الحاجات اللي الناس اتكلمت عليها. الراجل عنده قناعات شخصية، وبالتالي حتى الصفقات اللي الاهلي بيختارها واضح ان في دقة شديدة جدا في اختيار الصفقات. واضح كمان ان الراجل الاهلي عنده ثقة كبيرة فيه، فبالتالي سايب له حرية الاختيار على جميع المستويات. برضو من ضمن الكلام اللي في الترند عن الاهلي الاسبوع ده موضوع الاستغناء عن اللعيبة الناشئين. ما هو اكيد يا جماعة في كم كبير عند الاهلي راجع من اعراض زائد الاستغناءات. في النهاية كولر هو اللي هيقعد يحدد، لانه الراجل ده يا اللعيبة دي هتلعب معاه في الفريق الاول يا مش هتلعب. اللي راح اي نادي ربنا يكرمه ويوفقه وينجح ويبقى ان شاء الله واحد من نجوم الكرة المصرية او واحد من الناس اللي مؤثرة في الدوري المصري. ربنا يكرمهم كلهم، لانهم في النهاية مستقبلهم ان شاء الله كبير. واي لاعب النادي استغنى عنه او خد قرار انه يمشي او ما كملش في النادي اللي هو حلم طفولته او بادئ فيه، الحياة دايما بتديك فرص انك تعوض وتنجح وتكسر الدنيا. ففرصة ان انت تنجح وتعوض وتكسر الدنيا. فدي كانت رسالة لازم نقولها للاعبين الشباب. في كمان حاجة اخيرة عن موضوع الاهلي. الاهلي ماشي صح، يعني انت بتتكلم دلوقتي انه بيفكر في طريقة ادارته للملفات كلها صح، وبالتالي الاختيارات اللي هتحددها الفترة الجاية، سواء بقى هيجيبوا مهاجم، سواء هيدعموا بالمراكز، سواء هيرجعوا لعيبة، في النهاية هتقول يا الاهلي يكمل يا ما يكملش. اثارة مباراة الاهلي والمصري في الكاس اثارة غير طبيعية، وماتشات بنحبها في الاواخر. يعني اللي احنا شفناه في اخر 10 دقايق في الماتش واللي شفناه في الوقت الاضافي
جيم تاني قبل مثلا الدقيقة 82 و 83 عادي. لكن في النهاية بنقول للأهلي مبروك وصوله لقبل نهائي كاس مصر. الحاجة التانية، أنا عندي مبدأ إن هو لما يبقى عندنا فرقة وخاصة فرقة كبيرة زي الزمالك، والزمالك اسم كبير جدا وشفنا قد ايه صدى الماتشات اللي كان بيلعبها، مفيش مجال ان انت بتقعد تقول للسخرية، يعني ان انت تقعد يبقى في مجال ان انت تقول اصل اللي حصل في البطولة العربية. لا، هي تجربة وبتستفيد منها، والشرف لأي حد ان انت بتلعب قدام كيان رياضي كبير مصري اسمه الزمالك. الناس اللي لعبت قدامنا، لا، هي الناس دي باعتبار ان الاندية دي بتنافس نادي الزمالك، في بغض النظر عن الاسماء، ما هو تمام الاسماء كبيرة ولا نختلف على ده، لكن الهزار بقى اصل مش عارف مين هيقعد جنب رونالدو، اصل الهزار ده خلاص هما الاتنين لعبوا في ملعب واحد او نزلوا على ارضية واحدة، هو في تساوي في الموضوع. شيء جميل ان انت يبقى عندك فريق بينافس في بطولة كبيرة زي كده، وبصراحة البطولة العربية كنت اتمنى ان الزمالك ياخدها، وكنت اتمنى ان الموسم يقفل والزمالك بطل ابطال العرب، انا كنت اتمنى كده. لكن اللي انا عايز اسأله للعيبة، هو كان فين كل ده؟ يعني الوجه المغاير اللي احنا شفناه. وبرضو اوسوريو، انا عندي نقطة، دايما يقولك المدربين مدارس وبيتعلم من اخطائه، هي فين الاخطاء اللي انت اتعلمت منها؟ يعني الغلط اللي انت غلطته في ماتش الاهلي عملته هو الكوبي بيست في ماتش الشباب، تشكيل محتاج لتعديل عشان الفريق يبقى افضل على ارض الملعب، انت فين؟ يعني انا شايف الراجل يا هو افكاره مش ملائمة التشكيل، ودي تبقى مصيبة اكبر، لانك في النهاية بتلعب على الامكانيات المتاحة معاك. يعني انت ممكن تكون عايز لعيبة معينة، عايز امكانيات معينة، ده حقك، محدش يختلف على ان اوسوريو مدرب كبير. لكن حتى الان انا شايف المدرسة بينه وبين الزمالك بتمشي في ماتشات وماتشات، لا، وده ما ينفعش. فريق البطولة لازم يبقى بيكسب، ولازم يبقى خطته ثابتة ولاعيبته ثابتة، وكل واحد حافظ مراكز اللعيبة اللي بيلعب فيها. يعني انت هتسأل على ريال مدريد بره، انت عارف ان الباك اليمين كارفاخال، انت عارف ان قلب الدفاع ألابا، انت عارف ان الجون تيبو كورتوا، انت عارف كل ده. انت عارف في نص الملعب مودريتش، توني كروز، كامافينيجا لما بقى معاهم، تشاوميني دلوقتي، بيلمنجهام، انت عارف اسماء اللعيبه، انت عارف ان الجناح فينيسيوس جونيور. في مراكز في الزمالك احنا كل يوم بنشوف فيها لعيب جديد، طب ليه ما تثبت الدنيا؟ يعني ثبت الدنيا. فلازم الزمالك يكون استفاد من المشاركه دي استفاده كبيره جدا. الصفقات اللي الزمالك لازم يشتغل عليها، هو يشوف ايه الناقص ويعمله. يعني ماتش النصر امبارح، الزمالك لو قدر يتماسك للآخر 10 دقايق او اخر 6 دقايق كان كمل في البطولة. وعايزين نحيي لعيبة الزمالك ان انت بتتعادل قدام النصر اللي فيه ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، بروزوفيتش. يعني بروزوفيتش كان بيعمل تاكلينج او تغيير الملعب اللي عملها، احنا بنشوف كرة تانية غير اللي انا بنشوفها عندنا، وبالتالي انت بتلاعب فريق قوي، فتوصل للتعادل دي حاجة بنسقف اللعيبة عليها، عملوا اللي عليهم. لكن ماتش الشباب كنا نتمنى نشوف الزمالك يعمل فيه نتيجة ايجابية، وكان لو كان عمل نتيجة ايجابية في ماتش الزمالك كان الزمالك ان شاء الله كان هيبقى موجود في الدور اللي بعد كده. ولكن للأسف خروج الزمالك من البطولة العربية. خلص موسم الكرة في مصر الحمد لله، وخلص كل الكلام وان شاء الله هنستريح شوية ونرجع تاني. لكن ازماتنا ما خلصتش، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على كلام كل يوم مطروح على السوشيال ميديا. ايه اللي بيحصل؟ دوري المحترفين لابد ان اتحاد الكورة يقول يا جماعة، حتى لو الاندية عملت جمعية عمومية ورفضها، ده للصالح العام، ده عشان الكورة تطلع لقدام. يا جماعة لما بيبقى الناس شايفة ان الصح
في الكورة بالذات انت في النهاية بتتكلم مع متخصصين. اكيد قبل ما يقولوا ان في دوري محترفين، اكيد قبل ما يقولوا ان الدوري هيمشي، زي كل شوية عمالين نسمع حاجة عن الدوري الجديد السنة الجاية، رغم ان كل الكلام ده بنسمعه على مدار السنين اللي فاتت. هنلعب دوري من دور واحد، هنلعب مش عارف عشان الارتباطات، الدوري مش عارف بيمشي ازاي، وفي الاخر المركب بتمشي وبتمشي كويس، وفي تطور بيحصل في الكورة في مصر. يعني عندك بطولات مستحدثة، بتشوف السوبر بتاعك بيتلعب بره مصر وناجح جدا في الامارات. انت عندك كل المقومات النجاح، وبالتالي انت ناجح. وبعدين يا جماعة مفيش كورة والدنيا ماشية ازاي واللي بنشوفه ونلاقي ان الحكام ما بياخدوش فلوسهم. يعني ايه حكم ما بياخدش فلوسه؟ يعني ايه بجد؟ احنا ازاي نوصل لمرحلة ان الحكم ما بياخدش فلوسه، وانك مش بتتكلم على درجة ولا اتنين، ده مختلف الدرجات، وكمان بتاع قطاعات الناشئين. طب ازاي يعني؟ في ناس ممكن يكون ده اكل عيشها، في حكام اكيد بيشتغلوا شغلانات تانية. طب بعدين هو امتى يا جماعة هنحس ان احنا بنمشي صح؟ ليه لما بنتقدم خطوة بنلاقي حاجات تانية بترجعنا لورا؟ فلازم موضوع الحكام ده نتكلم فيه ونبقى صراحة فيه جدا مع بعض، ولازم يتحل، يعني لازم يكون فيه حلول. ده كان كلامنا في الترند المصري. الترند العالمي، بصوا يا جماعة، الخسارة في الوديات او الخسارة في الماتشات اللي هي بتبقى استعداد للموسم الجديد بيبقى مؤشر لحاجات، يعني سلبياتك، طريقة لعبك اللي هتغيرها، مشاكلك فين. بصراحة الخسارتين بتوع ريال مدريد، لا ريال مدريد لو ما جابش كيليان امبابي الصيف ده، او ما جابش حد يلعب رقم 9، ريال مدريد ما عندوش السنة الجاية بطولات. هيبقى عنده رودريجو، هيبقى عنده فينيسيوس، انت عندك بيلمنجهام، عندك خوسيليو يعني ضيع كرة في الكلاسيكو ما ضيعش مهاجم ريال مدريد. كله رونالدو كان بيضيع، كريستيانو ورونالدو نازاريو، كل الناس كانت بتضيع، بس في النهاية هم ناس بتجيب 50 وال55 جون، فمش هتعاقبهم على جون ضاع. لكن اللي شفناه في الكلاسيكو واللي شفناه في ماتش يوفنتوس فجر الخميس، لا الموضوع ريال مدريد لازم يكون عنده حلول. الناس بقى اللي بتقول انشيلوتي ولازم يمشي، هو مدرب كبير، لكن مش هتاخد تجربة انشيلوتي مع ريال مدريد في ماتشات ودية وتقول ان الراجل يمشي او اقالة. لا، هو ما معهوش الادوات اللي تنجحه، ما عندوش الادوات، وبالتالي حال ريال مدريد صعب جدا في الماتشات الودية. بكده نكون خلصنا الترند. بعد الفاصل صح وغلط وكلام كتير جدا هنقوله. مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وتيك توك. بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. اف ام 93.7 صوت الرياضة في مصر. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اون سبورت اف ام صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين حلقاتنا معاكم، وجينا لفقرة صح وغلط، وهنقول لكم ايه الاخبار الصح وايه الاخبار الغلط. اول خبر صح وغلط، صلاح للنصر السعودي. في قائمة متداولة ان اللعيبة رايحة الدوري السعودي، منهم صلاح، منهم فان دايك، روبرتو ليفاندوفسكي، نيمار، لوكا مودريتش بعد ما يخلص عقده السنة دي مع ريال مدريد او الموسم ده. ففي اخبار طويلة عريضة. الحقيقة ان صلاح بعيد جدا عن الانتقال للنصر السعودي او اي نادي سعودي في فترة الانتقالات الحالية. واضح جدا ان تركيز صلاح انه هيكمل في ليفربول.
مسألة انه يغادر اوروبا من عدمها، اعتقد ان طموح صلاح لسه في اوروبا مكمل. يعني صلاح لسه مثلا عايز ينافس اكتر، عايز يحقق ارقام اكتر في البريمير ليج، عايز ينجح اكتر. فخطوة الدوري السعودي ما اعتقدش ان هي ابدا هتحصل الصيف ده. فالناس اللي بتتكلم وبتقول انه صلاح قريب وعمالين ينزلوا تيك تاك ولودينج وكل ده، صلاح مكمل في ليفربول. دي معلومة ولا استنتاج ولا رأي؟ هما التلاتة. يعني انت في النهاية بتتكلم ان معلومة، لا صلاح مكمل في ليفربول. استنتاج، مش هيسيب ليفربول دلوقتي، والراجل لسه لعيب كبير ومكمل ومن نجوم الفريق. رأي، طبعا بنتمنى ان صلاح يفضل مكسر الدنيا في اوروبا، لان صلاح فخر لنا كلنا. واللعب في اوروبا كتشامبيونز ليج، كأن هو الراجل ناجح ومكسر الدنيا، دي حاجة كويسة لينا وللعرب كلهم. بالمناسبة ان صلاح مكسر الدنيا، زي للعرب كلهم ان الدوري السعودي جايب صفقات ومكسر الدنيا. ونتمنى ان الكرة العربية تنتشر اكتر واكتر، لان ده في الصالح العام كله. تاني حاجة في صح وغلط، كل يا جماعة الاتحاد السعودي يضم لاعب تلاقي انباء، تقارير، عاجل طارق حامد يرحل عن الاتحاد السعودي. مصدرك على الله، يعني مفيش مصادر. طيب عشان نخلص الموضوع، مش مصدر، ده حاجة علني. نونو سانتوس المدير الفني للنادي الاتحاد السعودي، الراجل بكل وضوح قال انه بيأكد على رغبته في استمرار طارق حامد معاه. يعني مين اللي قال المرة دي؟ قال انا مقتنع بامكانيات اللاعب، وانه لاعب كبير واستثنائي وشخصية استثنائية. فالراجل اتكلم عنه جامد جدا. على فكرة نيجولو كانتي، فابينو، طارق حامد، لا يعملوا مثلث قوي جدا في نص ملعب الاتحاد. وكمان طبعا قدامهم البلندور بنزيما. فانت بتتكلم على حاجة حلوة جدا. فطارق حامد مكمل، المدير الفني اللي قال. فبلاش يا جماعة تكهنات واخبار مش صح. رضا سليم اهلاوي، الاهلي عمل فيديو. بمناسبة ان الاهلي عمل فيديو حلو قوي، ان احنا بقى عندنا تعدد في الافكار بتاع التقديم بتاع اللعيبة. يعني حتى فكرة تجديد شريف اكرامي مع بيراميدز فكرة حلوة جدا. تقديم رضا سليم فكرة ممتازة جدا وعبقري بصراحة. اللي عمل اللي كاريت وكرييتيف جدا انه يعمل كده. ما بنسمعش بقى عن الخلاف، يعني ما سمعناش بقى ان الناس زعلانة ورضا سليم واللي حصل بين الشيبي وحسين الشحات هيأثر، وكله كلام في كلام. الراجل اهلاوي والامور انتهت، ولو في مفاوضات مع اندية تانية هو الراجل خلاص حسم قراره وجه النادي الاهلي. فخلاص بلاش بقى الكلام اللي كل شوية بيطلع. الخبر الرابع والاخير معانا في صح وغلط، قالك الحق خير يا جماعة. مصدر صحفي قال ايه، او مصادر صحفية قالت ايه؟ ايكوبا الدبابة الامريكية اللي بيلعب في المجر قريب من النادي الاهلي، وانه خلاص اقترب. دورنا في الموضوع وقعدنا نشوف مصادر. ايكوبا مش في النادي الاهلي. طب ايه يا جماعة بقى الحق او الصح؟ الصح ان الاهلي مفيش اي تواصل رسمي بينه وبين اللاعب ولا وكيله، وان في حد عايز يسوقه في الدوري المصري. فقال لك بس ما هو سهل جدا، زي مثلا ايه، اي لاعب في اوروبا مش لاقي نادي، هو لاعب كبير او هيمشي من نادي، ريال مدريد يتفاوض، برشلونة يتفاوض، مانشستر سيتي يتفاوض، اي كلام، ارسنال يتفاوض، وفي الاخر مفيش حد بيتفاوض اصلا. حتى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من فترة قال كل اللعيبه اللي في العالم ريال مدريد فوضها، والكلام مش صح. احنا مش هنخش في صفقات، وبالتالي موضوع ايكوبا لا هو مش صح. نيجي بقى للحسابات الرسمية.
بصراحة الخبر ده زعلني جدا. اعتزال جيجي بوفون. بوفون مش مجرد حارس، يعني مش مجرد حارس انت بتتفرج عليه واخطبوط وتصديات اعجازية وحارس كاركتر وشخصية جامدة قوي وحارس كده، يعني من حاجات الحلوة جدا في الكورة. بوفون في اجيال ارتبطت ببوفون لان هو ده كان الريفرنس، النموذج بتاع حراس المرمى، وارقامه تخض. يعني لك ان تتخيل ان بوفون لعب 800 لعب 975 مباراة، دخل شباكه 825 هدف. شباكه النظيفة بقى الاجمالي كام؟ 429. ومسيرته طبعا هو ابتدى في بارما سنة 1994، وهو مفروض عقده مع بارما يكمل ل 2024، لكن زي ما بنقول في الكورة الجسد لا يرحم. ففي ناس ارتبطت الذاكرة بتاعتها ببوفون يعني، والتيشيرت الاسود بتاع يوفنتوس اللي هو كان بيلبسه، وكمان كاس العالم 2006. بوفون ليه مراحل كبيرة وكتير جدا، فاعتزاله بصراحة لا، الجيل اللي زي اتأثر قوي باعتزال بوفون. تاني حاجة معانا في الحسابات الرسمية خاميس رودريجيز. محطته تستغربها جدا، يعني هو بدأ في أوروبا يعني مع موناكو، بعد كده راح برقم كبير جدا لريال مدريد، بعد كده بايرن ميونخ، رجع ريال مدريد، ايفرتون، راح لعب في قطر، بعد كده اولمبياكوس في اليونان، اخيرا خاميس رودريجيز في ساو باولو البرازيل. للامانة هو اثر في حق نفسه وموهبته جدا جدا، يعني هو كان موهبته وامكانياته كانوا يستحقوا انه يكون موجود في كاتيجري اكبر من كده بكتير في الكورة. يعني في 2 فرطوا في موهبتهم السنين الاخيرة، هو وهازارد، لان هازارد مش لاقي نادي يتعاقد معاه ويهتم بيه، مع ان هازارد يعني كان موهبة فجة جدا في تشيلسي، كان رهيب، لكن جه ريال مدريد الاصابة عطلته وهو ما ساعدش نفسه عشان يرجع. خاميس رودريجيز امكانياته كبيرة جدا، لكن مسيرته كانت لازما او افضل ان هي تكون بشكل افضل من كده. اخر حاجة معانا بقى في الحلقة المسلسل المكسيكي اللي مش عايز يخلص، كيليان امبابي وباريس سان جيرمان. الموضوع كل شوية عمال يتطور، يعني كل شوية في حدث وفي احداث، وكل شوية باريس سان جيرمان بيفاجئ كيليان امبابي باحداث كتير، اخرهم انه شالوا من على الواجهة الرسمية للموقع، يعني امبابي مش موجود كواحد من نجوم الفريق. وفي كلام بدأ يطلع ان كيليان امبابي يا جماعة مش هيبقى موجود في ضربة البداية للدوري الفرنسي، لا ومش كده كمان، ده ممكن يتجمد. وفي ناس شايفة ان كل ده في الاخر هيأدي، او كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى مدريد. والاسبوع ده كمان قرينا خبر عجيب جدا ان سان جيرمان جاله عرض من برشلونة، ديمبلي وجابي ورافينيا مقابل امبابي، لكن اللاعب رفض. طب هو برشلونة هيضحي بعثمان ديمبلي وجابي ورافينيا بالشكل ده؟ فالموضوع صعب جدا. والنادي الفرنسي عايز يوصل لمرحلة 180 و200 مليون يورو. فبصراحة موضوع ديمبلي مسلسل لازم يكون ليه نهاية، وجه الوقت ان باريس سان جيرمان يقعد هو وديمبلي ويشوفوا هم عايزين، يعني كل طرف عايز ايه. عايز تروح ريال مدريد؟ اتفضل ونبدأ نتفاوض مع ريال مدريد. عايز تقعد وتكمل الموسم؟ لا احنا قلنا يا التجديد يا الرحيل، يبقى خلاص هات لنا عرض وامشي، والموضوع والمسلسل يخلص وحلقتنا خلصت. بنشكركم جدا، وكان معكم حسام جميل على اون سبورت اف ام اون سوشيال. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير، مع السلامة.